السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. في الفترة الأخيرة بقينا نشوف شركات التكييف بتضيف تقنيات ذكية جدا للأجهزة، لكن من أكتر المميزات اللي لفتت الانتباه مؤخرا في تكييف هاير سمارت ألترا انفرتر هي تقنية ال AI Voice Control أو التحكم الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. السؤال هنا، هل دي مجرد ميزة تسويقية ولا فعلا هتفرق مع المستخدم في حياته اليومية؟ خلونا نفهم الموضوع بشكل عملي. زمان لو حبيت تشغل التكييف أو تغير درجة الحرارة كان لازم تستخدم الريموت أو تطبيق الموبايل. أما دلوقتي مع تقنية ال AI Voice Control تقدر تنفذ أوامر معينة للتكييف عن طريق صوتك مباشرة، زي تشغيل أو إيقاف الجهاز، رفع أو خفض درجة الحرارة، تغيير سرعة المروحة، أو تغيير وضع التشغيل. الميزة دي بتوفر راحة كبيرة جدا للمستخدمين، خصوصا لو انت قاعد بعيد عن الريموت او اثناء النوم، او حتى لو ايدك مشغولة ومش عايز تدور على الريموت كل شوية. لكن هنا لازم اوضح نقطة مهمة جدا. بعض الناس لما تسمع كلمة ذكاء اصطناعي بتتخيل ان التكييف بقى بيتكلم او بيفكر لوحده، وده مش صحيح طبعا. الصحيح ان تقنية ال AI Voice Control مصممة علشان تتعرف على اوامر صوتية محددة وتنفذها بسرعة وبسهولة، وبالتالي بتخلي عملية التحكم في التكييف أكتر راحة للمستخدمين. يعني ببساطة هي وسيلة تحكم إضافية بجانب الريموت وتطبيق الموبايل، ولكن هي مش بديل كامل عنهم. والحقيقة إن الميزة دي بتعتبر خطوة مهمة جدا في اتجاه المنازل الذكية، لأن المستخدم بقى يقدر يتعامل مع أجهزته المنزلية بطريقة أسهل وأكتر تطور. وطبعا الميزة دي مش هي الحاجة الوحيدة الموجودة في هاير سمارت ألترا انفرتر. الجهاز مزود كمان بتكنولوجيا الانفرتر المتطورة واللي بتساعد على تقليل استهلاك الكهرباء من خلال التحكم الذكي في سرعة الكمبرسور، بدل التشغيل المعتاد والفصل المتكرر زي الأجهزة القديمة. وده طبعا بيؤدي لاستقرار أكبر في درجة الحرارة وراحة أعلى بالنسبة للعميل أو للمستخدم، واستهلاك كهرباء أقل على المدى الطويل. وطبعا قبل كده كنا عملنا فيديو بيتكلم وبيشرح الكلام ده كله. كمان الجهاز بيدعم التحكم عن طريق الواي فاي، وده بيسمح للمستخدم بالتحكم في التكييف من خلال التليفون المحمول حتى لو كان خارج المنزل. لكن لو هنتكلم باحترافية فنية لازم نقول ان اختيار التكييف مش بيكون بناء على ميزة واحدة بس. لازم نشوف كفاءة التبريد وجودة التصنيع وخدمة ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار، طبعا بالإضافة للمميزات الذكية الموجودة في الجهاز. أما بالنسبة لتقنية ال AI Voice Control فدي بتعتبر إضافة حديثة جدا ومميزة جدا، بتوفر تجربة استخدام أكتر راحة وسهولة، وبتعكس الاتجاه الجديد لشركات التكييف لدخول الذكاء الاصطناعي في المنتجات المنزلية. الخلاصة، لو كنت من الأشخاص اللي بيحبوا التكنولوجيا الحديثة والبيت الذكي فميزة ال AI Voice Control فهاير سمارت ألترا انفرتر هتكون من المميزات اللي هتعجبك جدا، لأنها بتخليك تتحكم في التكييف بطريقة أسرع وأسهل من أي وقت فات. ولو عندك أي استفسار عن أجهزة التكييف أو محتاج مقارنة بين أي موديلين اكتب سؤالك في التعليقات. أتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.